النهارده إن شاء الله هنتكلم على الsoil. إيه يا ميس الsoil دي؟ الsoil دي هي loose layer. يعني إيه loose layer؟ بُصّي متفككة delicate skin يعني حاجة رقيقة جدًا مالها which covers the earth crust هي اللي بتغطي لي الearth crust. قال لي طب هل كل أنواع الsoil واحدة؟ قال لي لأ والّا في منها types؟ قال لي في منها types. طب يا ميس بتختلف على حسب إيه؟ على حسب from one place to another. قال لي طيب كل environment يا ميس بتختلف عن التانية على حسب يا ميس إيه الtype of soil على حسب نوع الsoil اللي موجودة فيها. طب ليه ده يا ميس؟ قال لي عشان كل نوع soil هتختلف أو هتطلّع لي type of plant مختلفة، وده يا ميس هيأثّر لي على مين؟ هيأثّر لي على الspecies of animals. طيب دلوقتي يا ميس إحنا قُلنا إن أنا عندي الenvironment كمان هتأثّر لي على الsoil، إزاي الكلام ده؟ قال لي لمّا يبقى عندي الair temperature increase يعني يا ميس درجة الحرارة عالية جدًا، هتخلّي الsoil إيه؟ made dry أو يا ميس كمان هتعمل إن هي lose its nutrients هتفقد لي الnutrients بتاعتها. طب تعالوا بقى نتكلم على الtypes of soil أو أنواع الsoil اللي عندي، عندي sand soil وعندي slate soil وعندي clay soil. قال لي طب يعني تعالي بقى نتكلم على الdifference between them يعني إيه هُم مختلفين في إيه والsimilarities between them وهُم متشابهين في إيه. أول حاجة يا ميس هُم مختلفين في الcolors يعني يا ميس الcolors مالها مختلفة وكمان الtexture الملمس بتاعهم. وكمان يا ميس الsize بتاع الparticle يعني يا ميس ممكن نلاقي مثلًا يا ميس الparticle عندي large عندي medium عندي small بتختلف من إيه، من حاجة لحاجة أو من نوع soil لنوع soil ده كده كان بالنسبة لي الdifference between them. نيجي نتكلم على الsimilarities بيقول لي هنا خلّي بالِك إن كل types of soil are composed of natural components يعني بتتكوّن من حاجات natural حاجات طبيعية دي يعني حاجات similarities أو أوجه التشابه ما بينهم. كمان قال لي كل الtypes of soil هي keep the life on earth يعني هي اللي هتخلّي لي إن في حياة على الأرض. تعالي بقى يا ميس نتكلم عن إن الsoil دي هي الbasic factor for all natural ecosystem يعني يا ميس من غير الsoil مش هيبقى عندي ecosystem. طب تعالي نشوف الingredients أو الcomponent بتاعة الsoil بتتكوّن من إيه؟ بتتكوّن من sand وgravel وكمان minerals هُم دول جايين منين؟ جايين من breaking down الrocks الrock لمّا بيحصل لها breaking down بتدّيني الsand والgravels وكمان الminerals. قال لي طب يا ميس كمان إيه هي من ضمن الingredients بتاعة الsoil؟ قال لي عندي organic materials زي dead plants وعندي living organism وكمان عندي water. قال لي خلّي بالِك يا ميس إن في بعض الliving organism بياخدوا يا ميس إن الsoil دي بتبقى home ليهم أو shelter ليهم like مين؟ زي الworms وزي الinsects. طب إحنا يا ميس قُلنا إن أنا عندي حاجة اسمها weathering وerosion، الweathering والerosion ده إحنا أخدناهم قبل كده في junior 4 دول يا ميس ليهم دور مهم في الformation of soil وهنتكلم عنهم. قال لي طب خلّي بالِك يا ميس إن الsoil دي it's important for the plants and people and animals مهمة جدًا للpeople والplants والanimal. قال لي خلّي بالِك يا ميس إن الsoil بتوفّر للplant الbasic needs اللي هو محتاجها، هو الplant محتاج إيه؟ محتاج air ومحتاج water ومحتاج nutrients مين اللي فيه كل الحاجات دي؟ الsoil. قال لي طيب تعالي يا ميس أنتِ قُلتِ لي من شوية إن الsoil دي يا ميس is home to many different living organisms زي مين؟ زي الworms زي الinsects زي الfungi زي البكتيريا. قال لي طيب تعالي بقى يا ميس هنا نتكلم على الcomposition of soil أو الsoil دي بتتكوّن من إيه؟ قال لي من mixture different materials حاجات كده متنوعة، فيها هاشوف فيها small pieces of rocks هاشوف فيها small pieces of leaves and branches of twigs يعني إيه أغصان plant وكمان يا ميس هاشوف فيها other dark colored materials وهاشوف فيها materials تانية. 1 2 3 قال لي يا ميس خلّي بالِك إن all types of soil are composed كل أنواع الsoil هتتكوّن من حاجة عندي inorganic وorganic يعني إيه الكلام ده؟ الorganic يعني non living يعني إيه يا ميس non living يعني الair يعني الwater يعني الrocks يعني الminerals وهتتكوّن من organic مين هم الorganic اللي living organism يعني الremains of dead plants and animal يعني كده يا ميس عايزة تقولي لي إن كل أنواع الsoil فيها الحاجتين دول الinorganic والorganic قُلنا الinorganic يعني non living والorganic يعني living. قال لي طب تعالوا كده نتكلم على الminerals يعني إيه minerals؟ الquestion ده ممكن ييجي لي scientific term بيقول لي يا ميس they are building unit of rock يعني يا ميس هي البلوكية اللي هتكوّن لي الrock. طب أنتِ كنتِ من شوية بتتكلمي بتقولي لي إن أنتِ عندِك إن الweathering والerosion هم اللي بيبقى ليهم دور يا ميس في تكوين الsoil، إزاي الكلام ده؟ الweathering يعني يا ميس بيحصل break down للrock بتأثير مين؟ بتأثير الwater والwind تبتدي يا ميس الpieces of rocks دي يحصل لها transportation بتتنقل من place to another عن طريق إيه يا ميس؟ عن طريق الwater والwind الprocess دي باقول عليها erosion. تبتدي يا ميس الsmall pieces of rocks دي يحصل لها deposit
بتفضل موجودة في مكان كده ويحصل لها mix مع الother ingredient. نيجي نتكلم بقى هنا على الديكمبوزرز. ايه يا ميس الديكمبوزرز دول يا ميس living organism، مالهم ليهم يا ميس دور مهم جدا في الفورميشن اوف سويل. مين هم الديكمبوزرز؟ قال لي الفنجاي والبكتيريا والايرث وورمز. قال لي دول بيقدروا يعملوا ريسايكلز للريمينز اوف dead plants and animal، يعني بيرجعوا لي النيوترينز تاني لمين؟ للسويل. النيوترينز دي عباره عن ايه؟ عباره عن كربون نيتروجين واكسجين. طب ويا ميس النيوترينز دي هي اللي بتخليني يحصل لي حاجه اسمها flowing energy، او زي الenergy chain اللي إحنا كنا واخدينها قبل كده. قال لي طيب الديكمبوزرز دي يا ميس بتعمل لي بريك داون، بتعمل لي بريك داون لمين؟ للأورجانيك ماتيريالز بتاعة مين؟ بتاعة الديد أورجانيزم. يعني الديكمبوزرز بتشتغل على الديد أورجانيزم، بترجعها لي تاني يا ميس للهامس. الهامس ده دي سبستانس او الماده او النيوترينز اللي هي لما بتعمل لي ديكمبوزرز ريسايكلينج. السبستانس او الهامس ده اللي بيعمل لي increase the soil fertility، هو اللي بيخلي ان السويل تكون fertility، يعني الخصوبة بتاعتها بتكون عالية جدا. عندي يا ميس المينرالز والاورجانيك ماتيريال دي بيشكلوا لي half most types of soil، يعني نص مكونات السويل. النص التاني يا ميس عبارة عن البورز اللي هي او السبيسز between البارتيكل اللي هي الفتحات اللي بيكون فيها الاير والواتر.